السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. إن شاء الله اليوم تفوتوا معنا نهار شباب. كما قلت لكم اليوم الجزء الثالث في الرحلة اللي ختمنا بها، وكانت في مغارة المتواجدة في بلدية عين فزة ولاية تلمسان. هنا كما راكم تشاهدوا معايا وصلنا المغارة وين لقينا بزاف ناس متواجدين هنايا في مكان رائع ومنظر جميل جدا، يعني مكان طبيعي متواجد في الأعالي. يلا نديكم معايا، رانا داخلين للطريق اللي توصلنا للمغارة. هنايا في طريقنا كما راكم تشاهدوا معنا، رانا نتمشاو ونشوفوا في الحرفيين وين حاطين هدايا تذكارية. وانا كما تعرفوني حرفية ونميل بزاف لهذو التحف الفنية. المهم هذو المحلات كانوا عارضين هدايا، يعني تحب تشري هدية تذكارية يكتب لك اسمك فيها، مثال اكسسوارات إلى آخره. كما هذو راكم تشوفوا فيهم مكتوب فيهم كلمة اللمسان. كما هذه الجهة فيها ألعاب للأطفال. وهنا كاين كما تشوفوا العواد اللي يحب يتصور. هنا رانا وصلنا ورانا رايحين للدخلة تاع المغارة باش نشرو تذاكر. رحنا شرينا التذاكر، السعر تاعها 100 دينار. يلا ندخلوا نشوفوا مغارة بني عاد من الداخل. حقيقة كنت متشوقة بزاف باش نزورها. رانا دخلنا نكتشفوا جمال المغارة. راكم تشوفوا كاين بزاف غاشي جايين من كل بلاصة. سي بون. واو، سبحان الخالق المصور، منظر رهيب جدا ورائع. يعني كامل اللي زارها قال نفس الكلام، حتى من خارج الوطن تعجبوا لجمالها. شوفوا عظمة الخالق، شوفوا معايا. رايحة نعطيكم شوية معلومات عن المغارة باش تتعرفوا عليها أكثر.
تعتبر مغارة بني عاد ثاني أكبر مغارة في العالم، بحيث طولها يبلغ 750 متر، وعمق تاعها 57 مترا تحت الأرض، وعرضها 20 مترا، وهي أجمل مغارة في إفريقيا. شوفوا هذا المنظر من الأعلى كيفاش يبان، روعة سبحان الله، والله روعة. واو واو. نزيد لكم معلومة أنه درجة حرارة داخل المغارة 13 درجة مئوية، وهي درجة ثابتة طول العام. يعني كاين برودة لداخل، كي تدخل ليها تحس ببرودة. وتنقسم مغارة بني عاد إلى قسمين، هما المغارة الكبرى التي يقال أنها تمتد حتى أراضي المملكة المغربية حسب الخبراء، ومن القصص التاريخية المروية هنا أن المغارة تمتد حتى مغارة الحوريات في مدينة وجدة المغربية، ومرورا بمغارة بومعزة التي تقع في مدينة سبدو، وأن الاستعمار الفرنسي أغلق الممر بواسطة 60 متر مكعب من الإسمنت لوقف المساعدات التي كانت تصل إلى المجاهدين الجزائريين. هذا هو النفق اللي كنت نتحدث عليه من قبل. واو. المهم استمتعنا بزاف بهذه المناظر الجميلة، ورانا خارجين. المهم قد ما نشكرها مشي كيما تزوروها، نتمنى تزوروها ان شاء الله، وما تنساوش تدعموني اعزائي في قناتي باش تشوفوا غير جديد، وشكرا. ده المهرب.